قالت إذاعة فرنسا الدولية إن الجزائر حافظت في قانون المالية لعام 2026 قالت إذاعة فرنسا الدولية إن الجزائر حافظت في قانون المالية لعام 2026 أي حوالي 25 مليار دولار من ميزانية الوطنية تقدر بنحو حوالي 25 مليار دولار من ميزانية الوطنية أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد التي تؤكد بها بأنها أعلى ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد في توترات كبيرة تؤكد بها أي الجزائر توجها دفاعي في ظل توترات كبيرة مع دول الكرام في الاستوديو سيد حسين مصدق البحث في العلوم السياسية سيد حسين مصدق أهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا سيد حسين مصدق على البحث في العلوم السياسية سيد حسين مصدق أهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا مرحبا بك. ماذا عن تخصيص مشروع قانون المالية في الجزائر؟ مرحبا بك. ماذا عن تخصيص مشروع قانون المالية في الجزائر؟ كيف نفسر 20 مليار دولار إنه من البديهي لوحدها وكيف نفسر ذلك؟ نلاحظ أولا إنه من البديهي وزارة الدفاع أو الجزائر الدولة الجزائرية من ميزانية أو أن ترفع وزارة الدفاع أو الجزائر الدولة الجزائرية من ميزانية ظروف الميزانية المخصصة للدفاع الوطني متوترة، خاصة أن العالم الآن المجتمع الدولي جد أصبح يحتكم متوترة أكثر ما يحتكم، خاصة أن العالم الآن المجتمع الدولي أصبح يحتكم للقوة أكثر ما يحتكم. ملاحظة زيادة هذه الميزانية فهو يعتبر شيء طبيعي بل حتمية. ملاحظة زيادة هذه الميزانية فهو يعتبر شيء طبيعي بل حتمية إقليمية. وفرضت أن هذه الزيادة المحيط الدولي قد فرضتها أولا خاصة التغيرات الإقليمية في مجال نلاحظ أن هذه الزيادة التسليح فقد فرضتها أولا التسليح الكلاسيكي تغيرات في مجال يتغير التسليح خاصة من خلال هذه التسليح الكلاسيكي وبالتالي المنظومة العسكرية يتغير شيئا خاصة وبالتالي المنظومة العسكرية وبالتالي المنظومة العسكرية واجبها أن تتطور وبالتالي المنظومة العسكرية والمعطيات واجبها أن على مستوى العالم تكيف مع المستجدات الجيش والمعطيات مضطر الدفاعية على مستوى العالم على بلاده وهذه مهمة الجيش الجزائري ووجد من أجلها أنه الكل يعرف بأن بلاده وهذه الحدود الجزائرية فقط ووجد من أجلها الكل يعرف بأن 3500 كيلومتر وهذه العلاقات تشوف نوع من التوتر إذا تحدثنا مثلا على سبيل المثال العلاقة الجزائرية المالية والعلاقات تشوف نوع من التوتر إذا تحدثنا مثلا على سبيل المثال العلاقة الجزائرية المالية ولاحظنا ولاحظنا أغلبها الوضعية الآن هي وضعية غير مستقرة في وضعية أمنية متدهورة أغلبها كبيرة في وضعية غير مستقرة ثم بعد التهديدات أمنية متدهورة المغربية ثم الوضع الأمني في ليبيا ثم بعد التهديدات من طريقه إلى الجزائر المغربية ثم الوضع الأمني في ليبيا الذي الجزائر يجد طريقه إلى التشويه وتتجه نحو رفع ميزانيتها من خلال التوترات التي عرفت العالم منذ تتجه نحو رفع غزو أمريكا للعراق التوترات التي عرفت العالم منذ خصصت غزو أمريكا للعراق بإفريقيا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا مستعملة للتدخل لتغيير بعد سمتها أفريكوم وهذه الأنظمة للتغيير بعد مستعملة للتدخل لتغيير بعد البلدان ليس فقط الأنظمة للتغيير بعد التوجهات والتأثير فيها لدى البلدان. البعض يقول لا تهديدات مباشرة سواء كان ذلك من ليبيا أو حتى من كلامي ولا التصعيد تهديدات مباشرة. لاحظ هناك ليس فقط لإرادة كلامي ولا النظام تهديدات مباشرة لأنه ليس فقط لإرادة لزعزعة النظام الجزائري وإنما تهديد للدولة يتكيف مع هذه الظروف لا يستطيع أن يتكيف أو إنه يتكيف منظومة يسمى بالردع لا يستطيع أن يتكيف مالية مرتفعة. أين تتجه هذه المخصصات تحديدا لمنظومات الدفاع الجوي في هذه المرحلة مرتفعة؟ أين تتجه هذه المخصصات تحديدا لمنظومات الدفاع الجوي في هذه المرحلة وعصرنتها؟ يبدو أن أولا هو هذه العصرنات الحروب خاصة منظومة الدفاع الجوي الذي التكيف مع المعطيات الأسلحة كلها الموجودة خاصة الحديثة كذلك التكيف مع المعطيات الأسلحة كلها موجودة خاصة الحديثة في العالم وهذا يتطلب يمول نفسه ويتطور فهو يصبح مرتفع فلو دوره كما ينبغي وبالتالي أن يمول نفسه ويتطور فهو يصبح مضطر إلى أن كما ينبغي وبالتالي أن المجتمع مضطر للدفاع إلى الدولة الجزائرية وهذا لن يتم إلى أرصدة مالية مناسبة مضطر للدفاع إلى الدولة الجزائرية وهذا لن يتم إلا بأرصدة مالية مناسبة. ولكن لا يخشى أن يزيد ذلك من ليس الجزائر التي فرضته بل فرضته ظروف. نلاحظ أن بعض البلدان المجاورة تتباهى التي فرضته بل فرضته ظروف. نلاحظ أن بعض
إلى التفوق من ناحية تتباهى بأنها تتسابق وكيف للجزائر تسعى إلى التفوق من ناحية الجزائر أن تستجيب وتتعامل مع هذه المعطيات، كيف للجزائر ربما تعلن على الجزائر أن تستجيب وتتعامل مع هذه المعطيات الجديدة. ربما تعلن إلا في مناسبات لأن الجزائر سياستها ليست عدائية وليست هجومية، وبالتالي الجزائر هي سياستها ليست عدائية وليست هجومية، دفاع عن الإقليم فقط، ليست سياستها الدفاع لم يفكر وليست في الايديولوجية فقط، ليست والاعتداء حتى تدخل في الشؤون الآخرين، وليست في الأولوية ليست الإنفاق العسكري والاعتداء حتى تدخل في الشؤون الآخرين. يقول ربما الأولوية ليست الإنفاق العسكري في الجزائر، وردك على هذا اليوم ربما لقطاعات أخرى في الحقيقة هذا كلام الجزائر جيش الجزائري على هذا الأمر مستعد ويتعامل مع كل التطورات ومع كل الأحداث، وبالتالي لابد عليه من مواجهتها ومع كل الأحداث، وبالتالي لابد عليه من مواجهتها يواجهها من خلال العتاد، من خلال دراسة استراتيجية إلى غير من خلال التسلح، من خلال العتاد، من خلال دراسة استراتيجية إلى غير ذلك. إلا بأرصدة مالية مناسبة. الجيش الجزائري مضطر يتعامل مع هذا يتم إلا بأرصدة مالية مناسبة. شكرا جزيلا لك في الاستوديو. سيد حسين مصدق، الباحث في العلوم السياسية على تلبية هذه الدعوة. أهلا بك. أهلا.